في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على 5 ديال اليوتيوبرز اللي كانوا غيفقدوا حياتهم بالمره ونجاو من الموت غير بالزهر. واول واحد معنا هو مستر بيست. مستر بيست هو واحد من اكبر الشين في اليوتيوب، مجموع شامل 335 مليون متابع. هو غادي في الطوروج مع جوج ديال صحابو حتى غادي يموت اللي كان سايق بهم. وباش نفهموا البلان من الاول خاصنا نرجعوا 7 سبتمبر 2021. مستر بيست كان مسافر مع جوج ديال صحابو وهذاك اللي سايق بهم غادي بسرعه في الطوروج، وفجاه بدا كيدير حركات الغريبه ومستر بيست كيدور يشوف شنو طرا ليه، كيلقى القلب ديالو توقف. وفي اللحظات هذه مستر بيست فهم ان الموقف خطير وخاص يدير شي حاجه بالزربه، وبلا ما يتردد شد الفولون بيديه. Very fast. 8-hour drive with me and like 2 of my other friends, and then my friend driving. Yeah, he just says, "Can we?" دي وبدا كيحاول يسيطر على الطوموبيل، والطريق كانت عامره بالطوموبيلات اللي غاديين بسرعه، ولكن مستر بيست عرف كيفاش يخرجهم من داك الموقف الخطير. ومن بعد ما وقف في الجانب ديال الطريق عيط على الاسعاف، ولكن السائق ديال الطوموبيل للاسف مات. النتيجه نوبه قلبيه مفاجئه. وثاني يوتيوبر معانا في هذه الحلقه هو جو سبيد. في يوليو 2022 خص سبيد رهانه واضطر باش يشعل الالعاب الناريه في وسط من البيت ديالو، ويقدر يكون هذا هو اخطر بيس مباشر واكثر خطوره اللي قام به سبيد. وحاول سبيد يحبس الانفجار ولكن الانفجار تجهد وسبيد بدا غير كيغوت. من بعد ما حبس الالعاب الناريه في الغرفه ديال سبيد، اللي ما كانش متوقع هو ان الام ديال سبيد كانت في الدار. امه ما كانت فرحانه حيت سبيد دمر نص البيت ديالو. No, it's not. It's not. It's not. It's not. I didn't know. I didn't know. I didn't know. I thought it was. Stop. Turn that stream on. I didn't know. I thought it was the popping ones, man. ثالث يوتيوبر معانا هو لوغان بول. كان لوغان بول موس بالقفز الحر وكان كيدير هادشي بزاف، وما كانش عارف ان هاد الشغف ديالو يمكن يجرو للموت، وكان ديما كيجرب حركات خطيره وكيغامر بحياته، ولكن ما كانش داير لحساب الخطوره اللي كتجي مع هاد النشاط. وقفز من الطياره وقام لوغان بسحب الحبل، ومن المتوقع ان تفتح المظله في الثواني، ولكن بدا كيدور بشكل ما يمكنش وسيطرت عليه. ملي ما تفتحش المظله في ديك الوقيته لوغان اخيرا عرف راسو فرطه اللي كبيره، والامل الوحيد اللي بقى عنده هو يستعمل المظله الاحتياطيه، ولكن المظله ما بغاش تفتح ليه، لذا كان عليه يتصرف بسرعه لحسن الحظ. بعد لحظات ديال الرعب عرف شنو خاص يدير وشد انفاس ديالو وركز ومن غير يتردد دار الحركه الصحيحه ونشر المظله الاحتياطيه، وفجاه حس بواحد الجره قويه في كتافه والمظله تفتحات. واخيرا ورغم هادشي كامل لوغان بول بقى هادئ تحت الضغط وما خلاش الخوف يسيطر عليه. ودابا غادي نرجعوا للمغرب عند احسن مغامر في المغرب الى ما كانش في افريقيا كامله، واللي هو بنسنس، واللي معروف بالمغامرات اللي كيدير في الفيديوهات ديالو واللي فيهم كيعرض راسو الخطر ديال بصح، بحال الفيديو اللي دخل في المستشفى واللي خلى كلشي ما فهم والو وكلشي مصدوم، وحتى من شي وحدين رعفوا كاع وهما كيتفرجوا في الفيديو. ولكن ما غنهضروش على هادشي دابا، غنهضروا على النهار اللي بوسطا فيه بنسنس ستوري اللي كيقول فيها انا غادي ندير مغامره في واحد البحر اللي هايج وغادي نصور لكم فيديو، ومن بعد 3 سوايع الا ما جاتكم حتى شي اخبار عليا عرفوني مت. دازت 18 ساعه وباقي ما جات حتى شي اخبار على بنسنس، وهنا في الويب كامل غيبدا يترحم على بنسنس وغادي يبداو يبوستيو بوستات في حال دقيقه من وقتك وترحم على احسن مغامر في العالم، واخا ما كاين حتى شي حاجه اكزاكت وباغي غير يطلعوا الريش وصافي. فراه مور هادشي غادي يجاوب بنسنس وغادي يقول باللي هو حي، وهاد ستوري جبدت لي المشاكل حيت بنسنس كنسل الفيديو ديال البحر ومشى للجبال باش يصور فيديو جديد. خامس واخر يوتيوبر معانا في هذا الفيديو، واللي ماشي يوتيوبر بالضبط ولكن رابر مغربي واللي كنعرفوه كاملين، واللي هو بوسفلو خرج كيشرح في انترفيو ديالو هو فاروق لايف في لاكسيدون اللي طرات ليه هو ومرته. باللي في واحد الليله كان بوسفلو شارب وكان سايق بمرته في الليل، وحيت بوز ما كانش في الوعي ديالو للاسف هادشي غادي يتسبب ليه في اكسيدون هو ومرته اللي غادي يغيبوا فيها بجوج، وكانت مرته وهي اكثر واحد خرج باضرار في هاد الاكسيدون، لدرجه عاش بوز بزاف ديال الذكريات اللي خايبين في الشومبر اللي كانوا فيها بجوج، واللي هي 112 سميد الابي ديالو. وفي هاد المحنه اللي دازو منا بجوج قرروا يديروا تراك وغنوا فيه بجوج. التراك دابا كاين في الباج الانستغرام ديال بوز. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. فإلا كنتي انتريسي بهاد الكونتنت اللي كندير ما تنساش دير لايك وسبسكرايب وتسنى الفيديو الجاي.